شيشناق كيف استطاع الأمازيغ من خلال قيادته وشجاعته مواجهة التحديات التاريخية وبناء إمبراطورية قوية. يمثل تراثه قوة الهوية الأمازيغية ودورها في التاريخ القديم لشمال إفريقيا. ولد شيشناق في القرن الثامن قبل الميلاد في منطقة الأمازيغ في الجزائر. يعتقد أنه من قبيلة المزاب، وقد نشأ في بيئة ثقافية غنية تأثرت بالثقافات الفينيقية والإغريقية والرومانية. تربى في ظل القيم الأمازيغية التقليدية، مما أثر في تطلعاته السياسية والاجتماعية. بفضل شجاعته وذكائه، برز شيشناق كقائد محلي في وقت كانت فيه منطقة شمال إفريقيا تعاني من الغزوات الفينيقية. وقد خدم في البداية في الجيش المصري كقائد عسكري. وفي القرن التاسع قبل الميلاد نجح في العودة إلى بلاده ليؤسس سلطته. تعتبر فترة حكم شيشناق من أهم الفترات في تاريخ الأمازيغ. عام 950 قبل الميلاد أسس المملكة الأمازيغية في شمال إفريقيا، وأصبح أول ملك يطلق عليه لقب فرعون في مصر بعد أن تمكن من السيطرة على عرش مصر. أطلق على نفسه اسم شيشناق الأول، وأصبح رمزاً للوحدة الأمازيغية. قام شيشناق بعدة فتوحات، حيث تمكن من توسيع مملكته لتشمل أجزاء من مصر وليبيا. كان معروفاً أيضاً بتقوية التجارة مع الدول المجاورة، مما ساعد في تعزيز اقتصاد مملكته. حكم شيشناق مصر لمدة 22 عاماً، حيث قاد مجموعة من الإصلاحات في الإدارة والزراعة والتجارة. قام بإنشاء نظام إداري فعال ساعد على تنظيم شؤون المملكة. كما أدخل إصلاحات دينية، حيث كان يعتبر اللهن في نظر شعبه، مما ساهم في تعزيز سلطته. شهدت فترة حكم شيشناق ازدهاراً في الفنون والعمارة. قام ببناء العديد من المعابد والمواقع الدينية، بما في ذلك معبد الإله آمون في طيبة. تعتبر هذه المعابد دليلاً على اهتمامه بالديانة المصرية القديمة وحرصه على تعزيز الروح الثقافية لشعبه. توفي شيشناق في القرن السابع قبل الميلاد، لكن إرثه لا يزال حاضراً في التاريخ الأمازيغي والإفريقي. يعتبر رمزاً للفخر الوطني، وقد ألهم العديد من الحركات الثقافية والسياسية في الجزائر والمغرب. يحتفى به كواحد من أعظم القادة الأمازيغ في التاريخ.